السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. خلاص رمضان على الأبواب أهو. ومن الحاجات الجميلة اللي احنا بنحبها سواء على الفطار أو السحور اللي بتبقى المقبلات أو الطبق اللي هو مش رئيسي، الطبق الجانبي أو السلطات. ودي من أجمل السلطات اللي ممكن تعملوها حتى على السحور، ممكن تاكلوها جنب الجبنة كده وخلاص. جميلة جدا ومغذية وكلها بقى قنبلة فيتامينات زي ما بنقول. بسم الله. عندي بتنجانة واحدة رومي زي ما انتوا عاوزين. فلفل الوان الموجود ماشي، مش موجود فلفل اخضر عادي او احمر عادي. وهنا حطيت شوية زيت بس عليهم، وفي قلب اللي هو الورق الزبدة دوت حطيت كام فص توم كده عشان اشويهم في الفرن. انا مش حابة احطهم على البوتاجاز، حطيتهم في صينية في الفرن وسبتهم لما يستووا خالص كده. طريقة عشان ما تدخنش، ما تعملش دخان وبتبقى الشوي فيها برضه. بصوا الطريقة دي للبتنجان ان انا افرغه وان انا اشيله ازاي، بالرغم ان هو سخن جدا. انا شلت القشرة اللي فوق بمناديل كده، وببدأ افرغ البتنجانة من جوه زي ما هي. لا شلتها ولا حطيت عليها مية، عشان الناس اللي بيقولوا احنا بنشوي البتنجانة ونحط عليها مية كتير علشان ان هي اعرف اشيل منها القشرة. انتوا بتضيعوا فيتاميناتها يا جماعة. بصوا انا مجرد شلت القشرة اللي فوق بس، وبالمعلقة ابدأ افرغها واحدة واحدة، اشيل منها الجزء اللي انا عايزاه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله اتشالت كلها، واللي اتبقت القشرة بس اللي موجودة لوحدها اهي. خلاص كده عندي تمام اوي. الفلفل بقى، بدل اما اقفل عليه واحط عليه ستريتش واحط عليه فويل واحط عليه كيس، لا مفيش الكلام ده خالص. هو مجرد ما اتشوى خلاص انا باجي اشيل القشره بمنتهى السهوله. بصوا معلش هي كانت سخنه قوي وانا بعملها، فبوريكم انها حتى بالمنديل تقدر تنضف على طول بدون ما احط عليها اي حاجه، وان انا اكلف نفسي بقى بستريتش ولا اي حاجه. هنا انا حابه السلطه بتاعتي تكون قطع صريحه كده، احب اكلها كده. لكن انت لو عاوزه تهرسيها اهرسيها في الخلاط في الكبه زي ما انت عايزه، اهرسيها بشوكه زي ما انت عايزه. بس هنا انا قطعتها قطع عشان انا عايزاها تكون قطع كده، عاوزه استطعم بيها واحس بالقطع كده وانا باكلها. دي التانية برضو على فكرة. البذر مش حاجة وحشة يا جماعة، ما احنا البذر عادي هو مزروع جواها. لو كلتيه بالبذر عادي، عاوزة تشيليه شيليه. بس انا بصراحة هو ربنا خلقها كده بالبذرة، فانا باكلها كده على طول عادي. هنا بقى التوم اللي جوه ورقة الزبدة. بصوا الفص زي ما هو انتوا شايفينه زي ما هو، لكن لما مجرد ما اضغط عليه بينزل كل العصارة بتاعته من جوه. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله. مش يعني اتشوى وجميل جدا اهوت، مش محتاج اي حاجه، بمنتهى السهوله. انا بس لو حطيت التوم على طول معاهم هتبص تلاقيه اتحرق ونشف، مش هيبقى حلو. لو عاوزه تحطي بصل وتشويه معاهم اشويه معاهم، مفيش مشكله. بس دوت اللي هو متوفر عندي، بوريك ان هو لو الحاجات دي متوفره عندك اعمليها. مش لازم ان انت تجيبي يعني حاجات كتيره قوي عشان تعمليها، مع ان البصل متوفر. بس لو انت مش حباه مفيش مشكله. ملح، كمون، عصرتين ليمون. خلاص الدنيا معايا تمام. ناقص بس مكون جميل اللي هيفرق قوي بقى في الطعم كمان، اللي هو شوية الطحينة اللي اتحطوا دول. شوية طحينة كده، على في الاخر هحط نقطتين زيت، وهيبقى اجمل طبق مشويات. سلطة مشوية، سلطة بتنجان مشوي، هتاكليها في حياتك. طعم رائع جدا. طعم محطناش بهارات كتير علشان ما نضيعش طعمها. كتر التوابل يا جماعة بتغير طعم الحاجة بصراحة. فاحنا هنا بنحط اللي هو المستطاع، او الحاجات اللي هي بسيطة، او الحاجات اللي هي المبدئية علشان احس بطعم الحاجة. هنا بقى نقطتين زيت في الاخر، زيتون، عباد شمس، اي زيت عندك بتحبيه مفيش مشكلة. زوقت بشوية كزبرة بقدونس كانوا موجودين عندي، عاوزة تحطيها في الخلطة نفسها وانتي بتعمليها في السلطة نفسها، مفيش مشكلة برضو خالص. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا. تنفع في اي سفرة رمضان، تنفع في اي وقت، تنفع للدايت. دي رهيبة للدايت يا جماعة. لو انا مش عاوزة اكل حاجة مشبعة، وان انا ما اكلش، لو كلت منها طبقين ثلاثة مش هتديكي سعرات حرارية كبيرة ولا اي حاجة. جميلة مغذية، سهلة سريعة، سلسلة السهل والسريع بقى. انت حطيهم كلهم في الفرن وطلعتي هرستيهم، خلاص بقت السلطة جاهزة عندك في منتهى الجمال وبألف هنا. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وأشوفكم دايما يا رب على ألف خير في فيديوهات تانية قادمة على خير إن شاء الله. وكل عام وأنتم بألف خير دايما يا رب.